وبكده تكون قدمت موقعك في أخبار جوجل وقيد المراجعة، وبيردوا عليك في خلال من يومين إلى 5 أيام. ولما بيردوا عليك بتلاقي موقعك أصبح منشور بهذا الشكل، وبتظهر مقالاتك هنا في هذا المكان، وبتبقى طبعا مؤرشفة على جوجل نيوز، وبتسرع من أرشفة مقالاتك. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتابعي قناة تكنوتك للمعلوميات. النهاردة هنتكلم معاكم عن إضافة موقعك إلى جوجل نيوز أو لأخبار جوجل لتسريع أرشفة مقالاتك وظهورها في محركات البحث. معظم الناس لما بتضيف المقالات إلى جوجل سيرش بتاخد وقت كبير جدا عبال ما تتأرشف، وفي بعضها بتأرشف وبعضها لأ. طبعا نظرا للعدد الرهيب من المقالات والمواقع اللي بيتم إضافتها يوميا إلى جوجل سيرش. لكن بإضافة موقعك إلى بابليشر سنتر أو مركز أخبار جوجل أو جوجل نيوز بيتم تسريع أرشفة مقالاتك وموقعك، وبتظهر في نتائج البحث بسرعة جيدة. ازاي هنعمل الكلام ده؟ طبعا أداة قيد المراجعة الموقع ده، والموقع ده منشور. طيب هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ لو انت مسجل حساب قبل كده، هتروح تعمل من هنا إضافة حساب او اضافة موقع، اضافة ايه موقع او اضافة منظمة اللي هو موقعك. يعني لو انت مسجل وضايف قبل كده هتعمل هنا من هنا اضافة، هتظهر لك هنا بالشكل ده. هتبدأ تضيف اسم جهة النشر والموقع والكلام ده. طيب لو انت مالكش خالص، هتسجل دخول عادي بأي حساب عندك، وهتبان لك بالشكل ده اديت بنفس الحكاية، اسم جهة النشر والموقع الالكتروني والموقع اللي هو مكان وجودك. طبعا كل ده نفس الحكاية. يبقى انت لما تسجل بابلشر في جوجل نيوز بتروح عادي على اي متصفح وتكتب بابلشر سنتر اللي هو زي ده كده يا جماعة. بابلشر سنتر اهي، نكتب كده اهي الكلمة دي بابلشر سنتر، وتختار اول ايه نتيجة من نتائج الايه البحث. لو انت لسه جديد بتعمل هنا بعد ما بيفتح معاك بتبدأ تعمل ادد وتضيف ايه بيانات موقعك بالكامل. طيب لكن لو انت ليك حساب اصلا هتظهر لك بالشكل ده، وهتعمل هنا اضافة نفس الحكاية اهي، نفس الحكاية. هنضيف جهة نشر. تعالوا مع بعض نضيف كمان موقع لينا لسه ما ضفناهوش الى اخبار جوجل بالتفصيل كده واحدة واحدة. هتكتب هنا اسم ايه جهة النشر، يعني اسم الموقع بتاعك بالعربي، اسم الموقع بتاعك ايه اللي انت مسميه. فانا مثلا عندي هنا هسم الموقع بتاعي اسمه مودرن كار. الموقع بتاعي اسمه مودرن كار، واحدة واحدة كده مودرن كار. طيب بعد كده هتجيب رابط الموقع نفسه. هنا رابط المدونة بتاعتك اهي، نسخ عنوان الرابط، وتبدأ هنا تروح تحطها هنا رابط الموقع اهو لصق. طيب الموقع بتاعك فين؟ هتختار الموقع اللي هو البلد يعني. تمام، ندور على مصر. دور انت على بلدك بقى ايا كان البلد اللي انت فيها. فاحنا هنا بندور على مصر طبعا بما ان احنا موجودين في مصر، ادي مصر. تمام كده. وبعدين هنا تعلم على دي من خلال وضع العلامة دي اللي انت ايه اللي اقرارك بان جهة النشر تقع بشكل اساسي ودائم على البلد الذي اخترته. يعني انت مختار البيانات البلد ده صح، وتبدأ تعمل اضافة جهة النشر. متستعجلش، احنا لسه بادئين. هنا بقى اخبار جوجل اهي لم يتم البدء. هتعمل هنا ايه اوبن، وتبدأ تضيف موقعك، وتبدأ الايه الاعدادات الاساسية. هنروح هنا على ايه على تحرير. وتعالى بقى هنا الموقع بتاعك ده يتبع اهني فئة. يعني ايه فئة؟ يعني نيتش، يعني انت شغال فيه المجال اللي انت بتكتب عنه هندسة معمارية فنون سيارات. انا في الموقع انا هختار سيارات. في اعمال شؤون مالية، حرف يدوية، تصميم، ترفيه، لو مثلا هي العاب، فعاليات، موضة واناقة، مأكولات ومشروبات، لو تغذية صحة. شوف المجال اللي انت فيه. لو انت علوم وتكنولوجيا تقنية اهي، تسوق، اهتمامات اخرى. زي ما اتفقنا انا ده موقع سيارات، فانا هختار سيارات الفئة. كويس تمام. تعالى بقى انزل شوية. التوزيع لجميع انحاء العالم. طبعا انت عايز آه كل موقعك يظهر في جميع انحاء العالم. السماح بكل خدمات جوجل خليها سماحة هي زي ما هي كده. وبعدين تعمل ايه التالي. وتعالوا بقى نروح على الخيار اللي بعد كده اللي هو اضافة قسم. هتروح هنا تختار الخلاصة. ركز، اسم عنوان القسم المطلوب ده اكتب اسم الايه المدونة اهي مودرن كار.
او سميها مقالات. حتى لو عايز تخلي القسم ده مقالات او تدوينات مفيش مشكلة خالص، مقالات اهي. بعد كده هات هنا عنوان رابط المدونة، هتجيب رابط المدونة، نركز مع بعض، نسخ عنوان الرابط. وهنا احنا بنشتغل في أداة، ونعمل هنا ايه لصق، وركز بعد الدوت كوم السلاش دي هتعمل ايه ار اس اس اهي مع بعض كده اهو، بدل انجليزي هنعمل ار اس اس، وبعدين نعمل دوت اكس ام ال، دوت ايه اكس ام ال. كويس كويس. وبعدين اي مستخدم تخلي اي مستخدم، يعني الاطلاع على مقالاتك خليها اي مستخدم، وتعمل اضافة. تمام كويس خالص. بعد كده هتروح تعمل ايه، هتروح تعمل التالي، بس الاول اعمل هنا حفظ، اعمل ايه حفظ. كويس. طيب تعالى بقى بعد كده نبدأ في التالي. طيب بعد كده بتشوف ايه هنا اللي انت عايز تراجعه عشان تبدأ ايه تكمل عملية النشر. بيقول لك هنا المعلومات الأساسية، اللغة لسه ما عملتلهاش مراجعة. روح على هنا اسم جهة النشر مودرن كار، اللغة الأساسية اختار اللغة الخاصة بالمكان اللي انت فيه، عربية انجليزية، المكان اللي انت بتتكلم في اللغة فيه. فانا طبعا العربية مظبوط، وبعدين البلدان مصر مظبوط. تعال بقى هنا، ده رابط المدونة الخاصة بك، انت لسه ما اثبتتش ملكيته. طب هتعمل ايه؟ لازم تكون ضايف المدونة الى جوجل سيرش، الى ادوات مشرف المواقع، عشان تعمل لها اثبات الملكية من ايه، من جوجل سيرش. تعمل اثبات ملكية، تم اثبات الايه الملكية. طب حلو. عايزين هنا بقى اضافة جهة اتصال، دي مش مهم، لكن هنا اضافة جهة اتصال يعني ايه؟ يعني عايزين ايميل عشان يبعت لك عليه يقول لك تمت الموافقة لو في اي ملاحظات بموقعه. فانت هتكتب هنا الايميل، هنكتب الايميل ونعلم على الخيارين دول ونعمل اضافة. نكتب الايميل مع بعض. بعد ما كتبنا الايميل هنعلم على الخيارين دول زي ما اتفقنا، ونعمل هنا ايه اضافة. تمام. وتعمل حفظ، ركز كل خطوة تعملها تبقى تعمل حفظ. وبعدين تروح على ايه التالي. طيب تعالى بقى عايزين نختار شعار، الشعار اللي هو ليه الموقع بتاعك. فانت خلي بالك هنا ده مهم لكن ده مش مهم، فاحنا هنعمل ايه ورا الخطوط دي. اهم حاجة ان انت تختار شعار. طيب الشعار بيقول لك لازم يكون بتنسيق بنج او جي بجي، ويكون المقاس بتاعه مربع 1000 في 1000 او 512 من ده لده. فاحنا هنختار صورة نكون احنا معدلين حجمها ل 512 في 512، او اي حجم مربع يكون بيتراوح بين 512 الى 1000. ولو ما تعرفش ممكن تجيب اي صورة، وعلى المواقع اللي هي بتعمل تعديل للصور زي كانفا او ايمج 2 تعدل حجم الايه الصورة. هنعمل هنا اضافة شعار، هيوديني على الجهاز عندي على الصور اللي انا محملها. انا طبعا مجهز صورة واهي اللي هي دي مودرن كار، جاري تحميل الصورة. لو هي مقبولة هيديك مقبولة، لو ما تنفعش هيقول لك ما تنفعش. تمام كده. وتعمل ايه حفظ. كويس. نرجع بقى تاني على المراجعة والنشر، ونروح هنا على مراجعة بنود الخدمة. هتكتب هنا اسمك، اي اسم حتى لو مش اسمك يعني مش هتفرق قوي. وتكتب هنا البريد الالكتروني اللي هيتم التواصل معك عليه. نكتب البريد الالكتروني اللي انت سجلت بيه. تمام. وبعد كده تكتب المسمى الوظيفي، يعني اكتب حتى مدون على الانترنت، او مثلا تقني، اي حاجة. وبعدين هنا المؤسسة، اكتب اسم المؤسسة اللي هي مودرن كار، او اسم المدونة الخاصة بيك. تمام. بعد كده بتقول لقد قرأت بنود الخدمة، بتوافق طبعا على بنود الخدمة، وبتعمل هنا ارسال. تمام كويس خالص. ركز بقى، هتبدأ تعمل هنا اهو اعادة تحميل كل شوية. اعادة ايه تحميل، لما تبدأ تروح تظهر عندك كلمة ايه نشر دي، يعني اعمل هنا اعادة تحميل كده زي ما انت شايف كده ظهرت كلمة نشر معاك. بتعمل اعادة تحميل اكتر من مرة هنا لحد ما تظهر معاك كلمة ايه نشر. ونعمل هنا نشر، هيقول لك ان الموقع ايه اهو تم ارسال مدن الكار المراجعة.
تعمل حسنا، اصبحت هنا ايه قيد الايه المراجعة. ديت ايه طريقة اضافة موقعك الى جوجل نيوز. اتمنى اكون افدتكم، بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.